خلّي بالِك عشان ابنِك ينام كويس في وجبات مهم جدًا إن أنتِ تدّيها له علشان يعرف ينام نوم هادي ويدخل في نوم عميق. أول حاجة هتعملي له خلطة ما بين الموز وما بين العسل الأبيض وما بين الشوفان، وطبعًا الكلام ده أنا باقوله يبقى بعد السَنة، ما فيش عسل أبيض ولا شوفان قبل السَنة يا جماعة. الخلطة دي حلوة جدًا، خفيفة على بطنه، بتدّي له قيمة غذائية عالية. الشوفان من الحاجات اللي فيها مواد تخلّيه يدخل في النوم بسرعة ويدخل في نوم عميق. مهم جدًا إن أنتِ تثبّتيها له وتدّيها له دايمًا قبل النوم. ممكن أخلط الشوفان مع أي حاجة تانية، ممكن مع شوربة أو ممكن مع الفراخ أو ممكن مع أي فواكه، والأفضل إن أنا أقدّمه له مع أي فواكه خفيفة قبل النوم. ما تحطّيش كميات كبيرة من العسل عشان ما تديلوش طاقة وتصحصحه وتفوّقه، خلّيها دايمًا كميات قليلة قبل النوم. وقبل النوم بساعتين ما تدّيش أي سكريات ولا أي حلويات ولا أي حاجات فيها مواد حافظة كتير. الحاجات دي بتساعد على إن هو يدخل في النوم على طول. كمان ممكن تقدّمي له وجبة البطاطا، ممكن أحُط برضه على البطاطا شوفان. الحاجات دي حلوة جدًا وبتدّي له قيمة غذائية حلوة وبتساعده على إن هو ينام مرتاح. ممكن أقدّم الشوفان بأي طريقة، أعمله له زي شوربة. كل الحاجات اللي داخل فيها الشوفان دي بتدّي له مواد حلوة جدًا بتخلّي مُخّه يهدى ويعرف يدخل في نوم عميق. كمان ممكن تقدّمي له البنجر. البنجر من الحاجات المغذية جدًا، فيها نسبة حديد. ممكن تخلطيه يا إما مع الجزر، يا إما تخلطيه مع الموز، يا إما تخلطيه برضه مع الشوفان. يتقدّم بأي طريقة وحاولي زي ما قُلنا ما تزوّديش السكريات ولا تحطّي عسل نحل كتير. الحاجات دي بتفوّق الأطفال ما بتنيّمهاش. حتى لو كان العسل مغذي ليه، خلّيكِ دايمًا حذرة إن في الوقت بتاع بالليل قبل ما ينام ما تدّيش كمية عسل كبيرة. أو ممكن أدّيها له بالنهار عشان تدّي له طاقة وتدّي له نشاط، لكن قبل ما ينام كمية بس قليلة خالص عشان أعرف أخلّيه ينام وينام نوم هادي ومرتاح.